في تجربة إنسانية فريدة من نوعها، جابوا مصمم أو ديزاينر زي ما احنا بنقول، واتفقوا معاه إن هو يعمل تصميم ليه حاجة اسمها جنة الحيوانات. الفكرة إن هم ادوا للمصمم ده ظرف واتفقوا معاه إنه ما يفتحوش إلا لما هم يقولوا له. المصمم بدأ فعلا في التصميم، وبعد ما خلصوا جم يشوفوه، قالوا له طيب افتح الظرف. لما فتح الظرف كانت المفاجأة ان هو لقى نفس الرسمة بتاعته بالظبط. بقى هيتجنن، هو ايه اللي بيحصل ده؟ خلينا نقول في المثال السابق هو ايه اللي حصل، ايه اللي خلاه متعجب قوي كده، يعني ازاي الرسمة بتاعته طلعت بالظبط هي الرسمة الموجودة في الظرف. ببساطة كانت الإجابة إن احنا بنلعب معاكم يا مصممين نفس اللعبة اللي انتوا بتلعبوها مع الناس. انتوا طول الوقت بتفضلوا تكرروا عليهم صور، بتفضلوا تكرروا عليهم حاجات عمالة تدخل من عينيهم جوه عقلهم بيحفظوها. لما حضرتك بقى بتروح السوبر ماركت ايه اللي بيحصل؟ اول حاجة بتشوفها اللي انت خلاص حفظتها، بتاخدها على طول وانت معتقد انك بتحبها. الموضوع مش موضوع حب، الموضوع موضوع انك اتعودت عليها، انت اتعودت تشوفها، خلاص دخلت جوه دماغك من كتر الاعلانات اللي انت عمال تشوفها. نفس الكلام ده اللي حصل مع المصمم، وهم جايبينه للمكان اللي هيعمل فيه تصميم. اتفقوا مع السواق ده ان هو لازم يمر معاه على حديقة حيوانات، ان هو لازم يشوف الاجنحة اللي هو رسمها في الصورة، لازم يشوف الاطفال اللي ماشيين بقيثارة وعمالين يعزفوا، ودي بالظبط الصورة اللي المصمم صممها. طب لو نيجي نشوف بقى احنا في حياتنا العادية ايه اللي بيحصل؟ كتير بيشتكي من التعلق المرضي، ومن اهم اسباب التعلق المرضي هو الهشاشة النفسية. طب يا ترى الهشاشة دي بقى بتيجي منين؟ طب حضرتك تابع كده وانت عمال تعمل سكرول على الفيسبوك، الصفحات اللي انت اللي انت عامل لها لايك وعامل لها فولو، المنشورات اللي انت عمال تتابعها، كلها حاجات غالبا بتتكلم في رومانسيات، بتتكلم في الغرق في العواطف. الروايات اللي انت عمال تشوفها او عمال تقرأها، زمان كان في روايات موجودة عندنا اسمها زهور وعبير، منتهى رومانسية الخيالية اللي بتغرق الواحد في مشاعر ما بيعرفش يطلع منها، وبالتالي طاقته بتنخفض، بالتالي طول الوقت بيبقى عايش في شيء من الوهم. طيب لما باجي مع بعض العملاء بيبقوا مقتنعين تماما بان القناعه اللي موجوده عندهم غلط. والله انا عارف كويس قوي ان القناعه دي غلط. طيب وقت التطبيق ايه اللي بيحصل؟ وقت التطبيق اللي بيحصل انه مش عايزه اعمل، مش عارف اعمل. طب ليه؟ لان ببساطه كل المؤثرات اللي انت مصر انك تدخلها لنفسك بتغلب اللي انت بتحاول تكتسبه. يعني ايه؟ يعني انا بقول والله انا مقتنع اللي بتقوليه ده صح، او مقتنع ان انا فعلا بفكر بشكل غلط، لكن ايه اللي بيحصل؟ ان انا بروح بتفرج على التلفزيون، بتفرج على مسلسلات فيها بلطجة، بتفرج على مسلسلات فيها غدر، فيها حزن، فيها كآبة، فيها سرقة، فيها قتل. بشوف الفيسبوك، عمال بتابع الجرائم، عمال بتابع كل الاحداث السلبية اللي عمالة تحصل، عمال بتابع بوستات كلها حزن وكلها هم وكلها غم. فازاي عايز القناعة الجديدة اللي انت عايزها تغلب عندك القناعة القديمة اللي تعباك، عايزها هي اللي تغلب ازاي وانت مش بتدعمها بالمؤثرات اللي تخليها تغلب القناعة القديمة؟ انت بتدخل لنفسك حاجات بتدمر بيها نفسيتك، وبتعمل ده بإرادتك بدون وعي، بدون وعي. عشان كده مهم جدا انك تكون واعي هو ايه اللي انت بتدخله جواك. كتير قوي من اللي بيأثر علينا بيبقى محطوط في مربع مش مهم بالمرة. اسمه ايه؟ اسمه غير هام وغير عاجل. انت متخيل ان اكتر حاجة بتأثر في حياتك وبتأثر في نفسيتك هي في الغالب غير هامة وغير عاجلة، مش مطلوب منك اصلا انك تعملها دلوقتي، ويمكن كمان ممكن تستغنى عنها؟ يا جماعة الطاقة النفسية دي مهمة جدا، مهمة جدا عشان حضرتك تعرف تعمل عمل صالح تتقرب بيه من ربنا يوم العرض العظيم، عشان تبقى قادر تكون راعي ومسؤول عن رعيتك، عشان تبقى إنسان سوي، عارف ازاي تقوم بواجبك، تعبد ربنا على الوجه الصح، عارف ازاي تتعامل مع والديك فتبرهم، عارف ازاي تتعامل مع المقربين اليك، عارف ازاي تتعامل مع البشرية فتقدم لها عمل نافع
يفيدك يوم العرض العظيم، لان احنا في النهاية الدنيا هي دار مؤقتة، والدنيا هي دار سبب احنا فيها بنسعى بالاسباب عشان النتيجة النهائية في الاخر ايه؟ النتيجة النهائية هي الدار الخالدة في الآخرة بإذن الله. يا ريت لو الفيديو عجبكم لايك وشير عشان تفيدوا الغير، وطبعا ما تنسوش دوام الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.